العربيه اللي ورايا دي كهرباء ومش محتاجه تتشحن، عشان العربيه بتقدر تشحن نفسها من خلال منظومه الفرامل ومن خلال محرك البنزين اللي فيها 3 مواتير، واحد قدام بنزين وموتور كهرباء عند العجلات الاماميه، ثالث كهرباء عند العجلات الخلفيه. محرك البنزين ده هو الجنريتور بتاعك او محطه الشحن بتاعتك، يعني كده انت مش محتاج تروح تشحن عربيتك في محطه شحن كهرباء. والمنظومه دي اسمها اي باور، موجوده في اليابان من 2016 ودلوقتي موجوده في النيسان اكس تريل في مصر. بتطلع 211 حصان وتقدر تطلع 330 نيوتن متر تورك من المحرك الكهرباء اللي قدام. تقدر تطلع 195 نيوتن متر تورك من المحرك الكهرباء اللي عند العجلات الخلفيه. والحلو بقى في الموضوع ان العربيه دي بتترخص كهرباء مش بنزين. اكتبوا لي بقى في الكومنتس ايه رايكم في منظومه الاي باور اللي موجوده في النيسان اكس تريل الجديده.